في ظل ما كنا مستنيين سبايدر مان نو واي هوم ينزل، ونزل سبايدر مان نو واي هوم واتفرجنا عليه، عرفنا في الاخر ان في فيلم اسمه دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. ايه الفيلم ده؟ طبعا انا مش جاي اقول لك ايه هو الفيلم ده، انا جاي اقول لك ملخص عالم مارفل السينمائي من اول فيلم عملوه لحد اخر فيلم عملوه. جاي اقول لك ايه هي الافلام علشان الناس اللي ما شافتش الافلام دي قبل كده، او الناس اللي تايهه منها الفكره دي، او الناس اللي شافت الافلام دي كلها وحابه تراجع كده شويه تعرف ايه اللي حصل، او تعرف الشخصيات من تاني، او مثلا تفتكر الافلام. فالفيديو ده ليك. Yeah, came at 17. Damn. Give me my money. Give me my money. لو جينا نتكلم عن عالم مارفل السينمائي يبقى لازم نذكر واحد من اهم شخصيات مارفل، وهو ايرون مان. ايرون مان اللي هو توني ستارك ظهر بثلاث افلام، ايرون مان 1، ايرون مان 2، ايرون مان 3. لازم تتفرج على الثلاث افلام دول لو انت واحد لسه هتبدا في مارفل. ده حاجه اساسيه، ده شيء اساسي. عارف انت محمد صلاح في المنتخب، هو كده ايرون مان في مارفل. فانت كده عندك ثلاث افلام لمارفل هتعرف فيهم شخصيه توني ستارك وبدات ازاي وايه الدنيا بتاعتها. خلصت ثلاث افلام ايرون مان، خش بقى على ذا انكريدبل هالك اللي هو الراجل الاخضر. في ناس ممكن تكون شافت الفيلم ده وقالت الله ايه الشخصيه دي، وفيلم عجبهم وكانت الدنيا جميله، لكن مش عارفين ده ايه وبيعمل ايه. فلو انت عايز تعرف الشخصيه الثانيه في عالم مارفل السينمائي فاتفرج على ذا انكريدبل هالك. كده انت معاك اربع افلام. خلصت انكريدبل هالك، نيجي لثالث اهم شخصيه في مارفل، هو ثور. ثور ده اللي هو اله الرعد، ابن اودن. لو انت متابع فايكنج والكلام ده كله، بس مش قصه. المهم ثور ده اتعمل له ثلاث افلام في اوقات مختلفه. انا اللي بقول اوقات مختلفه، الاوقات بتاعتها مش ملتزم بفتره زمنيه. يعني ممكن اقول لك الشخصيه دي لو فيلم بتاعها نزل في 2020 و2015 و2000، لا انا هقول لك الثلاث افلام ورا بعض، مش هقول لك نزل سنه كام او التوقيت بتاعه بعد ايه او قبل ايه، علشان بس الناس اللي بتسال كتير والناس اللي هتسال والناس اللي انا عارف ان هي دماغها شغاله قوي. ثور اتعمل له ثور 1 وثور ذا دارك وورلد وثور راجناروك. عرفنا فيه شخصيه ثور بالتفصيل، وعرفنا الحرب اللي بينه وبين اخوه لوكي على الحكم بتاع اسجارد وكده. والمهم ان القصه بتاعت ثور يعني كده انت معاك ثلاثه ايرون مان، واحد انكريدبل هالك، ثلاثه ثور، يعني 7 افلام لمارفل. لو هتتكلم على ابطال مارفل الجامدين جدا يبقى لازم نذكر كابتن امريكا. كابتن امريكا ده 3 افلام اتعملوا له برده. عرفنا قصه كابتن امريكا ان هو كان ضعيف جدا، وبعد كده اتعمل عليه شويه تجارب وبقى قوي جدا، والموضوع كان ماشي في الاكشن، والموضوع كان بتاع كابتن امريكا كان ممتع، وبقى من اهم شخصيات مارفل. اتعمل له 3 افلام، فيلم كابتن امريكا ذا فيرست سولجر، كابتن امريكا ذا وينتر اوف سولجر، كابتن امريكا سيفل وور. كده انت معاك 10 افلام. وبما اننا اتكلمنا عن كابتن امريكا سيفل وور، فكابتن امريكا سيفل وور ده كان مجمع معظم ابطال مارفل اللي ظهروا واللي لسه هيظهروا. الفيلم ده كان بعد ذا افنجرز. نتكلم الاول على سيفل وور. كده انت عندك 10 افلام. سيفل وور ظهر فيهم شخصيات جديده زي شخصيه سبايدر مان. طبعا انت هتقول لي انا عارف سبايدر مان اللي هو اندرو جارفيلد عمل فيلمين، وتوبي ماجواير عمل 3 افلام. اقول لك لا، خليهم دلوقتي. عندك توم هولاند ده شخصيه جديده عمل له 3 افلام، عمل له سبايدر مان هوم كومينج، سبايدر مان فار فروم هوم، سبايدر مان نو واي هوم. انت كده عندك 10 افلام و3 افلام لسبايدر مان، يبقى 13 فيلم لمارفل. عرفنا كده اول شخصيه ظهرت جديد. هتيجي تشوف بنت اللي هي سكارلت جوهانسون، هتقول لي مين دي؟ ظهرت في كابتن امريكا سيفل وور. ازاي هي دي؟ فيلمها ايه؟ اقول لك فيلمها نزل بعد افنجر انفينيتي وور واند جيم اللي لسه هجيبهم لك في الترتيب. لكن اتفرج على بلاك ويدو، الفيلم بتاع سكارلت جوهانسون، قدمت فيها شخصيه بلاك ويدو والاعداء بتوعها وقصتها وكل حاجه كانت تمام. عشان انت تكون متابع اتفرج على الفيلم ده. فانت كده عندك 10 افلام و3 سبايدر مان وواحد بلاك ويدو، 14 فيلم. تقول ايه ده ايه ده ايه ده انت رايح فين او ما كفت يا ابني؟ يقول لك لا اتفرج على 14 فيلم عشان تفهم. تيجي بقى بعد كده هتلاقي شخصيه جديده هي شخصيه انت مان، ظهرت في سيفل وور. انت مان ده شخصيه اتعمل لها فيلمين، انت مان وانت مان اند ذا واسب. هي شخصيه ذكيه جدا وبتقدر تتحول لنمله، والنمله دي ممكن تكبر ممكن تصغر ممكن تبقى قد عماره. المهم ان الشخصيه دي من اهم شخصيات مارفل واذكاهم بعد توني ستارك. انت كده عندك 14 فيلم، عندك 2 لانت مان، كده انا دخلت في 16 فيلم. هتسالني برضو تقول لي طب انا شفت سيفل وور وشخصيه ظهرت سودا كده، مين دي؟ اقول لك ده بلاك بانثر، وده فيلم لوحده. بلاك بانثر حطه على 16، يبقى انت كده عندك 17 فيلم المارفل. لكن بلاك بانثر عشان تتفرج على الفيلم ده فانت هتفهم قصه وتاريخ وكندا اللي هي في افريقيا، اللي هي خصوصا في كينيا. هتعرف الحاكم بتاعها ومات ومين اللي كان عايز يعمل الحكم، وتفهم قصه الفيلم كله كانت ماشيه ازاي. وفيلم كان من اعلى الافلام اللي خدت ايرادات في تاريخ مارفل، من اعلى مش اعلاهم عشان الناس الذكيه. انت عندك 16 فيلم المارفل ظهر فيهم شخصيات كتيره جدا. نيجي بقى لافنجرز 1. افنجرز 1 ده ظهر فيه 5 شخصيات اللي هم كابتن امريكا، ثور، هالك، بلاك ويدو، وايرون مان. ظهر فيه 5 شخصيات اللي هم اول افنجرز نعرف. عرفنا الحرب
بتاعتهم. انت عندك 17 فيلم المارفل. ما تجيش تقول لي انا ممكن افوت الشخصيات دي الخمسه اللي ظهروا اتفرج على افنجرز مره واحده، اقول لك لا مش هتفهم. انت هتستمتع جرافيكس وحرب والدنيا جميله تستمتع، لكن كشخصيات انت مش فاهم ده مين، ده بيعمل ايه، فايتك ليله كبيره. خلصنا افنجرز 1 والفيلم رقم 17. فيلم رقم 17 في ترتيب افلام مش ترتيب زمني. نخش بقى على افنجرز ايدج اوف الترون، وده اللي عرفنا منه تقنيات توني ستارك الجديده، ونعرف منه جيش الالترون اللي هو عمله، لكن حصل مشاكل واتقلب عليه. ونشوف الفيلم ده برده شويه صراعات مع لوكي اللي هو اخو ثور. والفيلم ده هيفهمك فين حجر الفضاء اللي هيكون مهم جدا في انفينيتي وور واند جيم. كده انت عندك 17 فيلم من مارفل. شوفهم 17 فيلم، انت مش خسران حاجه. ما هو احسن ما تقعد مش فاهم، يعني احسن ما تبقى بتتفرج وخلاص مش فاهم ومش متابع ميمز ومش عامل حاجه ولا تفقه شيء. لكن الناس اللي شافت الكلام ده كله هتبقى عارفه طبعا، ولو عايز يفتكر تاني هيرجع ويبقى فاهم الافلام. خلصنا 17 فيلم، ظهر لنا دكتور سترينج، ده اللي احنا مستنيين الفيلم بتاعه الجزء الثاني اللي هو دكتور سترينج اوف ذا مالتيفيرس اوف مادنس، يعني جنون العوالم الموازيه. اتفرج على دكتور سترينج ده هتستمتع بالسحر، وهتحب الموضوع، هتحب الفيلم والجرافيكس اللي فيه، وهتعرف قصه حياه دكتور سترينج كلها بالظبط، ازاي بدات ولحد فين وصل. كده انت عندك 18 فيلم لحد دلوقتي. نيجي بعد كده ظهرت لنا شخصيه جديده في فيلم جديد اسمه كابتن مارفل. كابتن مارفل دي شخصيه بتنزلش من هنا وممكن تنزلش لكل متابعين مارفل من هنا. والله عرفنا فيها تقديم الشخصيه بتاعت البنت اللي هي كانت بتحب الطيران وابوها كان طيار وطلعت الفضاء ومش عارف بيب، وبعد كده بقت بطله خارقه وسترونج اندبندنت وومن ومالهاش 30 لازمه اصلا، هي بتطلع نار وشعرها بيطير بس. كده انت عندك 19 فيلم المارفل. 19 فيلم المارفل يعني روح اتفرج عليهم بسرعه. خد انت تصدقت ولا ايه؟ استنى، تعالى ده لسه في بلاوي. عندك بعد كده فيلمين جارديان اوف ذا جالاكسي، تعرف منهم اعداء الفضاء، وهتعرف حجر من اهم الاحجار بتاعه الانفينيتي ستونز ماهد لها في الفيلمين دول. هتبقى فاهم وتعرف الابطال علشان لما يظهروا قدام هتبقى انت ماشي في تسلسل مع ابطال مارفل. انت كده عندك 21 فيلم المارفل. 21 فيلم المارفل. بعد كده مارفل جت تفاجئك بقى، يقول لك خد تفاح، عملت لك مارفل انفينيتي وور. الناس قالت يا انفينيتي وور يعني كده خلاص احنا نخلص. مارفل قالت لهم لا تعالوا، شرح لك انفينيتي وور الستة ستونز اللي هم الست احجار اللي كانوا في ايد ثانوس عشان يقضي على نص الكوكب. ولو انت اتفرجت على الفيلم ده تبقى فاهم وهتبقى عارف القصه بتاعته، لكن اللي ما اتفرجش على الفيلم ده يروح يتفرج عليه. ما يجيش واحد بقى ذكي يقول لي انا ممكن اتفرج على انفينيتي وور وما اشوفش بقيه الافلام اللي فاتت. اقول لك هتستمتع بجرافيكس برضه، مارفل شاطره في الجرافيكس جدا، بس مش هتبقى فاهم الشخصيات دي جت منين وعايز ايه وثانوس ده بيعمل ايه وليه لو طرقع صباعه انا بحرق اسف على الحرق. بس انت هتستمتع بالفيلم ده وهتعرف شخصيات كتيره جدا، وهتعرف ان ثانوس قضى على نص الكوكب. بعد كده مارفل جت فاجئتك باند جيم، واند جيم ده كان مكمل لانفينيتي وور عشان نعرف ازاي هيرجعوا الانفينيتي ستونز دي من تاني من ايد ثانوس وينقذوا الكوكب. فكده انت عندك 23 فيلم المارفل عزيزي المشاهد. تيجي تقول لي 23 فيلم المارفل هم كتير بس لو انا خدت فيلم كل يوم خلصهم في 23 يوم. مارفل تبكي في الزاويه. مارفل جت قالت لك خد بس تعالى انت اللي عدى ده كله ممكن تخلصه عادي في 23 يوم. اللي جاي تقيل. جايه عامله كده مارفل عملت كده شمرت لك قالت لك تعالى بقى. جت قابلتك مارفل حلو كده بعد اند جيم سبايدر مان فار فروم هوم اللي احنا شفناه واللي احنا حسبناه في الافلام اللي ورا، اللي عرفنا منه ان توني ستارك لما مات في افنجرز اند جيم عشان حرق تاني. المهم ان كانت معموله بعد اند جيم ده بترتيب الزمني، لكن بترتيب افلام وشخصيات زي ما انا كنت قايل لك في اول الفيلم كده. جت مارفل بعد كده عملت لك فيلم شانج تشي ده برده كان بتقدم بطل لاول مره في الام سي يو، وهيبقى ليه دور مؤثر جدا في دكتور سترينج في العالم بتاعه. هيبقى فيلم ممتع لو انت اتفرجت على الفيلم ده منفصل لوحده كده هتستمتع جدا 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 انا عارف. فانت كده عندك 23 فيلم المارفل. طبعا في الاخر جالكوا سبايدر مان نو واي هوم، انا حسبته ورا، بس سبايدر مان نو واي هوم كان هو بدايه المالتيفيرس اللي احنا داخلين عليه واللي جاي. وسبايدر مان نو واي هوم ده كان هو بدايه المالتيفيرس خالص، بسبب ان دكتور سترينج بيتر باركر اللي هو توم هولاند اللي هو سبايدر مان راح له علشان يعمل تعويذه تنسي العالم كله من هو، فعمل تعويذه فوز الدنيا. فانا حرقت الفيلم على الناس. سامحوني يا جماعه، انا مش قاصد احرق، انا مش قاصد، بس انت كفانز المارفل انت حافظ الموضوع، انت حافظ فبتقول مش واخد بالك. انا هخلي بالي بعد كده. انا عملت لك 23 فيلم المارفل ضروري تتفرج عليهم علشان تبقى فاهم الافلام الجايه وفاهم العوالم الجايه، فاهم الدنيا رايحه منين وجايه منين. يجي واحد يقول لي ايه استنى عندك انت نسيت افلام، اقول له نسيت افلام؟ ده اهم 23 فيلم في مارفل، بس اهم 23 فيلم في مارفل. يقول لي يا راجل طب سبايدر مان بتاع توبي ماجواير الثلاثيه فين؟ اقول له مالهم؟ يقول لي طب سبايدر مان اندرو جارفيلد
جارفيلد فين؟ يقول لي يا ابني انت عايز تراكم عليك 5 افلام، يعني انت مش مكفيك 23 فيلم عايز تحط لهم 5 افلام تاني؟ يا ابني انت مجنون يا ابني. عموما انت الفيلم بتاع سبايدر مان توبي ماجواير وفيلم سبايدر مان اندرو جارفيلد كنت عايز تشوفهم قبل نو واي هوم، لكن انت لو شفت نو واي هوم خلاص انت مش محتاج تشوفهم تاني. لكن لو انت كفان مارفل من جديد لسه هتبدا تتابع، لا فانت حطهم معاك على 23 فعندك 27 فيلم عزيزي المشاهد يا جميل. نحب نحسبهم 27 فيلم المره، اتفرج عليهم لو انت اول مره تتفرج على الحاجات دي، لكن طبيعي انت شفت سبايدر مان قبل كده. نيجي بقى لفيلمين مالهمش 30 لازمه في مارفل. مثلا عندك فيلمين بتوع ديدبول، هما جزء اول وجزء تاني، انت مش عايز تستفاد منهم بحاجه غير الشخصيه بس، شخصيه هزليه والله شخصيه كوميديه ديدبول. هو فيلم جميل وكل حاجه، بس الشخصيه مش محتاجينها في حاجه قدام غير بس شويه تسريبات قالت ان هي هتظهر في فيلم دكتور سترينج الجاي بس. شكرا، ده ديدبول. بعد كده فيلم ايترنالز ده من ساعه ما نزل وهو في مشاكل ويتحذر من بلد وينزل في بلد، وفيلم اصلا مش حلو، يعني فيلم ما ملوش لازمه في عالم مارفل. يعني مارفل بتقلد ولا بتعمل ايه مش فاهم انا. هو فيلم عارف انت اللي هو بيقول لك خد الملحوظه دي، يعني مثلا الدكتور بتاع الكليه اللي عندك يقول لك الامتحان جاي من الجلده للجلده، فانت تخش الامتحان تلاقي فعلا الجلده جايه في الامتحان. هو ده ايترنالز، يعني الجلده ملهاش لازمه تجي في الامتحان. يعني انت كده عندك 29 فيلم مارفل بشوفهم بقى. لو انت عايز تتفرج على الافلام الجايه والافلام اللي انا قلت لك عليها ما تتفرجش عليها براحتك، او تتفرج براحتك اتفرج. عندك بقى 6 افلام الاكس مان، دي افلام برده مش ضروري. ال6 افلام الاكس مان دول وفيلمين بتوع وولفرين وفيلم بتاع لوجن تتفرج عليهم عشان تعرف شخصيه اكس مان نفسها، لان الاثنين التانيين دول منفصلين من نفس عالم اكس مان، عشان تعرف منها شخصيه بروفيسور اكس بس. يعني انت 9 افلام عشان تعرف شخصيتين بس. زي فانتاستيك فور، عايز تتفرج على جزئين فانتاستيك فور عشان تعرف شخصيه واحده هتظهر في الاليوميناتي دي مجموعه تكون من 6 شخصيات بتحكم الابطال الخارقين كلهم. لكن طبعا انا مش هحرق لك فيها حاجه لان دي هتبقى في الفيلم الجاي بتاع دكتور سترينج، لكن لو عايز تحسبهم معاهم وتتفرج عليهم فانت هتخش في افلام كتير جدا. عليك انت بس في ال 27 دول. طبعا جوست رايدر عشان تعرف برضو الشخصيه دي جايه في الفيلم الجاي، هي مش تبع عالم مارفل قوي بس انت لو عايز تعرف معلومه عنها هي شخصيه كده. مش هقول لك. خلصنا الافلام، عندك 27 او 28 فيلم مارفل اتفرج عليهم ضروري، واقعد عليهم كده 28 يوم يبقى فل قوي. عايز تضيف عليهم بقى افلام وانت فاضي شويه وعايز تتفرج على بقيه الافلام اللي قلت لك عليها براحتك اتفرج عليها، هتلاقي عندك دخلت في 35 فيلم. بس انا بقول لك اهم افلام تتفرج عليهم هم 23 فيلم. سبايدر مان شوف 27 28 فيلم، لكن هم 23 فيلم اتفرج عليهم. نيجي بقى ايه للمسلسلات بقى. المسلسلات دي اهم من الافلام، بس مش معنى كده تقول لي مش هتفرج على افلام وهتفرج على مسلسلات. اقول لك لا، لازم تشوف الافلام عشان تفهم الشخصيات، وتشوف المسلسلات علشان تفهم العوالم فتحت على بعض ازاي. نبدا باول مسلسل لوكي. مسلسل لوكي دوت عرفنا فيه لوكي بعد ما خدوه من فيلم افنجرز ايج اوف الترون وكان معاه حجر الفضاء، وعرفنا ان في ناس ومجموعه حاميه الزمكان اللي هو الزمان والمكان علشان الخطوط الزمنيه ما تخرجش بره بعض، وعشان هنعرف منه شخصيه سيلفي اللي هي نسخه لوكي بس من عالم تاني، وموبيوس اللي هو هيظهر في الفيلم الجاي، ولوكي طبيعي هيظهر في الفيلم الجاي. فمسلسل لوكي دوت شرح لك المالتي فيرس بطريقه سطحيه. حتى في اخر حلقه من المسلسل هنشوف لوكي مع يانج هو وسيلفي، ويانج بيقول لهم ان انا اللي ماسك خطوط الزمن، لو خطوط الزمن ثابت عن بعضها كل العوالم هتخش في بعض، ولو قتلتوني هيجي مني ناس شريره وناس طيبه وهيدمروا الكوكب. لكن برضه سيلفي قتلته. نيجي بعد كده واندا فيجن من اهم المسلسلات اللي بتشرح برضه المالتي فيرس وبدايه تداخل العوالم في بعض. حتى علشان تشوف واندا فيجن وتشوف لوكي لازم تكون ملم بكل افلام مارفل اللي فاتت عشان تعرف واندا فيجن شخصيه سكارلت ويتش، شخصيه واندا، شخصيه فيجن اللي هي زوج واندا، وهتعرف برضه زي ما قلت لك معلومات سطحيه عن المالتي فيرس زي مسلسل لوكي بالظبط. نيجي بقى لوات اف ده بقى الحلاوه اللي فيهم 9 حلقات انيميشن شارح لك شخصيات كتيره جدا وشخصيات جديده جدا لسه بتظهر. المسلسل ده من رايي ان 90 او 85% من افلام مارفل اللي جايه معتمد على المسلسل ده. انت لازم تشوفه ضروري بجد عشان تفهم كل حاجه جايه والمالتي فيرس اللي جاي، لان في مفاجات كتيره جدا في وات اف. فلو انت بتحب الانيميشن اتفرج عليه. بعد كده عندك ذا فالكون اند ذا ويند، برضه مسلسل علشان تعرف مين بقى خلافه كابتن مارفل، علشان لما تشوف الفيلم الجاي ما تقولش الدرع ده جه منين وبتاع مين وده كابتن مارفل راح فين، انت تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. وبرضه شرح المالتي فيرس بطريقه سطحيه. هو مسلسل حربي اكشن شويه، اتفرج عليه مش هتخسر حاجه. برضه عندك مسلسل هوكي، والمسلسل ده برضه انت اتفرج عليه لان هو هيقدم لك شخصيه هوكي وهتعرف فيه مفاجات كتيره جدا انا مش هقول لك عليها عشان ما ابقاش حرقت لك حاجه. بس انت كده عندك 6 مسلسلات ضروريه تتفرج عليهم او 5 مسلسلات ضروريين جنب 23 فيلم المره. عندك بقى شخصيتين تانيين زي ذا بانشر ودير ديفل. ذا بانشر جزئين، دير ديفل جزئين. لو انت بتحب الاكشن هتخلص ذا بانشر ده في يومين ودير ديفل زيه في يومين. هما شخصيتين اكشن من نفس عالم بعض وكانوا صحاب، بس المسلسلين حلوين من ناحيه الاكشن لكن مش ابطال خارقين. وبس كده تبقى انا عملت لك ملخص لعالم مارفل السينمائي بكل افلامه ومسلسلاته المهمه ومش بترتيب زمني، عشان في ناس
ناس كتير بتبقى تايهه، ومارفل بتعمل الحته الذكيه دي كل فيلم بتنزله تخليك ضروري حتى لو انت فان كبير جدا ليهم رجع الافلام من تاني، اتفرج على المسلسلات من تاني عشان تفهم الموضوع كله. عامل زي اللي بيراجع ليله الامتحان رغم ان هو مذاكر طول السنه. فاتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه، انا عارف ان هي طويله شويه، وما تنسانيش بقى انت باللايك شير سبسكرايب، ما تنسانيش يا جدعان ما تنسانيش. لكن بقى لو انت بقى تعمل لي فيها ذكي تقول لي انا هتفرج على دكتور سترينج عادي من غير كل الكلام ده كله، اقول لك بص يا حبيبي اتفرج عليه عادي تستمتع كل حاجه جرافيك وقصه الفيلم، بس مش هتفهم. هتبقى قاعد في السينما كل الناس بتسقف وكل الناس بتصرخ وكل الناس مبسوطه وانت هتعمل كده من جواك، انت بره مبسوط لكن من جوه هو في ايه واللي بيحصل ده؟ انت كحيان يا محمد، انت كحيان. بس كده، اتمنى كل حلقه عجبتكم وانتظروني في الحلقات الجايه ان شاء الله. توحشوني يا افلامنجيه. سلام.